عسلامة عسلامة الناس الكل، ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. اليوم جيتكم باش نحضروا مع بعضنا مشامم بروكلو. باش نوريكم طريقتي كيفاش نفوحه وكيفاش يجيني هشوش وبنين. اول حاجه بديت بها لهنا خذيت راس كامل متاع بروكلو وقسيته بالطريقه هذه، وحضرت لفاح متاعي هذيك ثوم مرحي هرسته مع شويه ملح، وباش ناخذ معاهم ورقتين رند، وتويكا حطيت الماء يغلي باش نصمت فيه البروكلو وباش نحط معاه اللفاحات هذوكم اللي كنت نقول لكم عليهم. لو طون اللي باش نخلي البروكلو متاعنا يتصمت في عقله باش نحضروا لفاحات اللي باش نغلفوا بهم. خذيت معدنوس مقصوص وباش نحط معاه مغرفة صغيرة تابل ومغرفة صغيرة كركم وشوية فلفل أحمر جوست باش يبدل لي اللون متاعو، وباش نحط معاهم شوية ملح بيان سور وكعبتين عظم. وباش نلمهم بمغرفتين فرينة كبار ونخلط المكونات الكل مع بعضها. تويكا باش نرجع للبروكلو متاعنا نشوفوه اذا كانت صمت باش نحيه من الماء ونخليه يتسقطر شويه. تويكا بعد ما خليت البروكلو متاعنا تسقطر مليح من الماء باش نتعداو نقليوه، نغطسوه المره الاولى في العظم اللي فوحناها من بكري، ومن بعد باش نزيدوه الشابلور، وهذيك السر اللي باش يخليه يجيكم هشوش ويتقرمش. ولهنا المشامم متاع البروكلو متاعي حضروا. كملت عملت معاهم صوص متاع طماطم حسيلو كيما قاعدين تشوفوا فيهم كيفاش لونهم جاي. وهكذا نكون وصلت بكم لاخر الفيديو متاعي متاع اليوم، وما بقالي كان نقول لكم نتقابلوا في فيديو اخر ان شاء الله، وباي باي.